أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وضغط لايك جميل واكتبوا كومنت حلو، وكمان ما تنسوش برضه الضغط على فلسطين والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وقبل ما نبدأ خلينا نأتي بآية من كتابه الكريم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. موضوعنا النهاردة عبارة عن، يعني أنا قلت الموضوع ده على البرنامج كذا مرة، إنما هنتكلم على النتيجة اللي حصلت مرة قبل اتكلمنا عن البرنامج ده مرة قبل كده، ولكن النهارده هنديكم مثال على التخلف اللي حصل في الفترة الأخيرة. مصر تتصدر المركز الخامس. مصر تتصدر المركز الخامس في المراهنات كرة القدم. شوفوا الحل اللي وصلنا له. تخلف وعبط. انا اقول ايه؟ يعني ان حاجه زي دي، مصر اللي كانوا دايما بيقولوا عليها بلد التقوى والايمان ومتدينين، هو انتوا ايه؟ وده اتلغى ليه؟ اذا كان هناك من يحاسب فهو انتم ايها الغافلون. سمعتوا الآية بتقول إيه في الآخر؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ابعدوا عنها وتجنبوها حتى لا يصيبكم عذاب الله في الآخرة. ولكن الناس مش عايزة كده. الناس عايزة تتمتع بدنياها بأموال حرام، ولكن خسرت. إذا كان هناك من يتمتع بدنياه بأموال حرام فقد خسر آخرته بسبب هذه الأموال، فإن عذاب الله شديد. يعني نحن المفروض الناس الكبيرة العاقلة اللي المفروض تكون فاهمة وعارفة إن البرنامج ده بيعمل إيه. أولادكم أو الأطفال دول هتقول لهم إيه؟ عايز رد. وأنت هتفضلوا كده لحد إمتى؟ العقل اللي فاضي. إحنا بقينا كل مرة بنوصل لمستوى أدنى. لا شعب ليس له أخلاق ولا قيمة بسبب برنامج. يا ربي اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وحسبي الله ونعم الوكيل. إذا كنتم أنتم مبسوطين في غيركم راضيين حتى بقليل. ولكن أنا كنت قلت في فيديو الفرق بين التجارة مع الله والتجارة بالأموال. فاكرين لما قلت قصة بين الشخصيتين؟ قلت إن إنما بقى الناس اللي بتسلك الطريق السهل وده برضه من أحد نتائجها. من أحد برضه الحاجات اللي بالطرق السهل البرامج الخاصة بالمراهنات. يا رب، احنا ايه اللي وصلنا بكده؟ ايه اللي يخلينا نعمل كده؟ انتوا مجبرين؟ السؤال ليكوا انتوا مجبرين على كده؟ الرد عايز اشوف ردكم في الكومنتات. ثانيا، الناس اللي فرحانه انها مصر خدت المركز الخامس،
افرح على خيبتك يا حبيبي انت وهو. افرح على خيبتك يا حبيبي. ايوه افرح على خيبتك لما تشوف بلدك اللي هي معظمها مسلمين وتتصدر الخامس عالميا في المراهنات كرة القدم. يبقى انت فرحان بخيبتك وبالخيبة اللي احنا وصلنا لها. يعني اقول ايه؟ ايه السفاهة؟ سفاهة وتقليل وقلة قيمة وقلة احترام. انتوا مبسوطين، اتبسطوا. فليأخذكم الله في جهنم أمثالكم. أيوة. ربنا يهدي الجميع. لتاني مرة أنا طلعت قبل كده في الفيديو اتكلمت على مرتين بالطريقة في البرنامج نفسه، والطريقة التانية اللي هو لما كنت من شخصية بين تجارة بالمال وتجارة مع الله. لما حكيت لكم شخصيتين من تأليف وكده. ودي المرة التالتة. بس المرة التالتة دي بقى أقول لكم على اللي حصل نتيجة هذا. يا رب تكونوا فرحتوا بالخير. والله انتوا عايزين الحق، مش كلكم. في ناس عارفة وعارفة إن ده حرام ومش ما بتقربلوش. يا ربي اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا الله أنت أرحم الراحمين وأنت الغفور الرحيم. أسرعوا للتوبة. هو لما نشوف اللي بيحصل ده احنا ليه ما بنبقاش احنا نتعجب ونندهش من الحال الذي وصلنا له. يا ربي. طبعا ده حاجة تضايق جدا لما تشوف بلدك في المركز الخامس في حاجة. يا ريتها كانت حتى المركز الخامس أو في كرة القدم، في الرياضات، ليس في السفاهة وإغضاب الله. ده طبعا كان موضوعنا النهارده. وقبل ما نقفل الفيديو ما تنسوش الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، والدعوة لإخواننا في فلسطين. وطبعا نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.